أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: بلاغ جديد وهام من الصندوق المغربي للتقاعد. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، ولايك للفيديو مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل للتوصل بكل جديد. عقد الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارته يوم الاثنين تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث أفاد في بلاغ له أن فتاح ذكرت في كلمتها الافتتاحية بأن الحكومة ستواصل تفعيل الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المصادر المالية الضرورية بالتعاون مع المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال مساهمته غير المباشرة في تمويل الاستثمارات العمومية مع احترام المبادئ الموجهة للعمليات الاستثمار والمتمثلة في السلامة والمردودية والسيولة. كما شددت على التنسيق بين أعضاء المجلس وهيئاته، والذي انعكس إيجابا على الأداء العملياتي للصندوق وعلى تطور علاقاته مع الشركاء والمرتفقين، مبرزة أن هذا التنسيق تجسد في النتائج الجيدة للتقييم الذاتي لأشغال المجلس.